السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. طبعا هتستغربوا من اللي انتوا بتشوفوه ده اكيد يعني، بس انتوا بصراحة يعني انتوا لازم تعرفوا اللي فيها، عشان انا كده تعبت. بصوا انا كده قلت ايه، يلا ما بدهاش بقى، ما هو انا لازم ادخل اعمل لكم المقدمة واقول لكم بقى على اللي فيها. بصوا انا هنا بقول لكم ايه، بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ يومي كذا كذا، اللي هو ايه، هحكي لكم الموضوع اصلا. يعني هحكي لكم الموضوع ان انا هقدم ايه او هعمل ايه. بصوا طبعا يعني انا الزعل باين في عيني بقى وما كنتش عارفه اعمل ايه. يلا بقول لكم يلا بقى مع السلامه. طبعا انتوا هتستغربوا من اللي انتوا هتشوفوا. بصوا بقى، ايه، لحمه مفرومه وبفتيك، وكان عندي بواقي جبنه. انا بصراحه ما كنتش عارفه اعمل ايه بصراحه، وانا مش بحب الاكله دي، بس انا بقى مضطره اعملها. ما هو قال لي بقى يا تعمليها يا تروحي عند امي، قلت خلاص بقى مضطره اعملها، هعمل ايه؟ هعملها وخلاص مش مشكله، لو على كده هعملها. رحت قلت إيه، خلاص بقى ما بديهاش وهدخل المطبخ. رحت داخله بقى على الفريزر بتاعي، طلعت بقى الايه، طلعت الحاجه، وقلت لها خلاص يلا بنت قومي اشتغلي كده بقى، وخليكي سريعه نشيطه و... وابتدي يلا. اه وسميت بسم الله، قلت بسم الله الرحمن الرحيم وهبتدي. انا بقى لما كنت بعمل لكم المقدمه، انا اصلا ما كنتش ايه، ما كنتش راضيه عن ان انا ادخل المطبخ واعمل اكل، اصل احنا في عيد يعني. بس مش مشكله، ما علينا. انا كنت بصراحه عامله فته قبليها، بس انا ما صورتلكوش الفته ليه بقى، لاني عشان الوقت بيبقى ضيق وكده، وما كانش بصراحه عندي وقت. معلش سامحوني، انا بقالي يومين ايه، غايبه عنكم، سامحوني. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعه. بصوا انا قلت هنا بقى ايه، لا ما بديهاش بقى، انا هعمل ايه الاول. هطلع بصلايتي واتنين طماطم كده، طماطميتين. وقلت ايه، يلا بقى يا بنتي اشتغلي. اول حاجه هعملها، بصوا بقى انا عماله اعيط طبعا وصعبانه عليا متبهدله متبهدله، يلا بقى مش مشكله زي بعض. قلت ايه خلاص يلا، اول حاجه هبتدي فيها ايه، هي البفتيك. ده لازم، عشان انا ما كنتش متبلاه، ما هو جاي على غفله بقى، وقال لي تعملي لي الاكله دي تروح عند أمي. قلت له خلاص لا 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 لا، انا هعمل اكله وخلاص. ماشي. رحت قلت ايه، طلعت بصلايه، بشرتها قدامكم ايه. طبعا معلش عشان سامحوني، بس عشان ايه، الكبه بتاعتي بايظه، فانا ايه بعملها من المبشره، ما هي بقى الذل بقى. يلا، ما هي هتيجي على المبشره ولا الكبه، يلا بجملت بقى. رحت قلت بقى ايه، البصلايه ابشر ابشر ابشر، والبصلتين والطماطميتين ابشر ابشر برضو خلصتهم. بصوا بقى، ما هو ذل. بصوا انا عاملين، انا عامله ازاي اصلا، انا عماله اعيط قد كده من ورا الكاميرا، بس من البصل يعني. ما تفتكروش حاجه تاني. بصوا خلاص انا بشرت الطماطميتين والبصلايه، فرمتهم، انا مش بعصرهم، انا بحطهم كده. بصوا دي توابل، توابل ايه، بهارات لحمة. حطيت شوية بهارات لحمة، وهحط معلقة كده فلفل أسمر. ماشي. وقلت ايه، هحط سنة خل ومعلقتين ملح. برضو الملح على حسب ايه، على حسب الرغبة، يعني على حسب انتوا ما بتحبوا. بس خلاص بقى، قلت بقى ايه، هقلبهم كويس. بصوا هنا بقى انا بدور على الايه، على الخل متشعلقة بقى يلا زي بعض مش مشكلة كل يوم. طبعا عيالي بقى ايه فرحانين ومزقططين قوي، يعني فرحانين على الاخر، عشان خاطر الاكله دي هم بيحبوها جدا. بس انا سبحان الله انا مش بحب النواشف اصلا، يعني انا ما بحبش النواشف دي، بحس ان هي مش بتاكلني، وانا اصلا مش بشبع منها. بصوا عملتها ازاي بالميه بتاعتها، انا ما صفيتهوش. قلت بقى ايه، هجيب المفتيك، هقطعه وبس. الاقي القطعه كبيره شويه، اقوم لا قايله له لا ايه، لا تعالى بقى، ده انت كده عايز ايه، عايز تتقطع. يلا ما هي الشغلانه ناقصه. اهو جبت معلش بقى انا ايه، مش عندي بلانش، انا كانت عندي بلانش سودا، بس ابني ايه كسرهولي. قلت الصينيه مؤقتا يعني قبل ما اجيب بلانش. بصوا انا بوريكم القطعه عامله ازاي، مش بقطعها برضو كبيره قوي بحيث ان هي تستوي. بس خلاص انا بقطعهم اهو، هقطع قطعة قطعة على ايه، على 3 مراحل، والصغيرة هقطعها على 2، يعني هما مش كلهم. بصوا انا بوريكم، انا قربت الايه، قربت الصينية برضه عشان اوريكم ايه، اوريكم القطعة عاملة ازاي. هو جوزي بصراحة الله يستره يا رب، هو اللي مقطعها لي ايه، مقطعها لي رقيقة كده وحلوة، مش تخينة عشان ما تاخدش سوا، اصل ده بفتيك يعني.
اللي ما يعرفش يعني ايه بفتيك، يعني دي شرايح لحمة خفيفة جدا بتتقطع من قطع يعني من اللحمة، فايه دي بتتسمى بفتيك. بس انا قربت اقطعهم اهو. قلت احطهم في التتبيلة. اول حاجة طبعا انا كنت ايه بقى، انا كنت اصلا مخلصة الشقة وكنت مخلصة كل حاجة وما كانش عندي بقى مواعين والمطبخ رايق. هنزل يعني، قلت ننزل، لا ما تنزليش، اعملي الاكل الاول. طب حاضر ماشي خلاص، طالما الاكل الاول زي بعض. وبعد كده بقى ايه، قلت اقلبهم كويس. بصوا انا مستعجله ازاي اصلا، يعني انا بعمل الحاجه اصلا باستعجال ودربكه، بس هو كان يوم طويل قوي قوي يعني. بصوا اصلا يعني الاكله دي خدت معايا اليوم كله، لا نزلت ولا رحت ولا جيت. اه بصوا، قلت ايه، قلت اقلبها كويس، لازم تتقلب كويس قوي قوي قوي، تدعكيها في بعضيها كده. خلاص بقى قفلتها وقلت ايه، يعني سبتها على جنب. عايزه احطها في التلاجة احطها في التلاجة، بس انا كنت هعمل اكل وقتي يعني، فما فيش وقت ان انا ايه احطها في التلاجة. قلت بقى ايه اجيب طاسه، اقطع ايه، اقطع بصلتين كده عشان خاطر ايه اعمل اللحمه دي، اعصج اللحمه. اول حاجه انا قلت بس هتبل البفتيك الاول، وبعد كده اول حاجه هعملها البفتيك، تاني حاجة على طول اللي هي ايه هعصج اللحم وهسيبها على النار. عقبال بقى مسلق المكرونة وعقبال ما اشوف اللي ورايا تاني إيه اللي انا هعمله. بس بصوا بقطع على ايدي ازاي، ده انا كنت مذلولة، ده انا عيني دي كانت عمالة تجيب في مية ودموع. فين اللايك الجميل بتاعكم بقى والتعليق الحلو. بصوا خلاص انا قطعت البصلتين. معلش انا كنت غايبة بس عنكم بقالي يومين ما كنتش عارفة اصور، سامحوني. بس ان شاء الله باذن الله باذن الله كل يوم ان شاء الله ينزل لكم فيديو جديد باذن الله. بصوا يلا شجعوني بقى واعملوا لي اشتراك في القناه عشان تكبر بيكم يا احلى عيله. بصوا انا قلت انا مش بحط بصراحه سمنه كتير، يعني انا على قد ما بقدر مش بحط سمنه. ليه بقى؟ لان انت براحتك، عايزه تحطي سمنه عايزه تحطي زيت، دي حاجه ترجعك، بس هي كده كده اللحمه اصلا هتنزل اللي فيها. بصوا انا خلاص حطيتها على النار وسبتها بقى. قلت اقفل العلبه كويس. بصوا العلب دي انا كنت جايباها، بس ايه انتوا ما شفتوهاش، انا كنت جايباها وشايلاها، بس بصراحه ده كان بقالها يجي فتره عندي، فقلت يلا بقى حان الوقت ان انا اطلعها. كنت جايبه الخمس علب دول، كانوا عاملين 40 جنيه، بس كان بقالهم فتره يعني. بصراحه انا كنت شايلهم، ما كنتش ناوي اطلعهم، كنت شايلهم في النيش، بس قلت خلاص بقى مش مشكله، يلا هطلعهم، ما احنا في عيد بقى. طبعا انتوا بتستغربوا انا بعمل ايه، انا ببشر طماطم. ببشرها لايه؟ بصوا هو الفكر ان انا ببشرها على المبشره، مش هحطها في الخلاط ولا ليه بقى؟ لان انا مش عايزه القشر بتاعها خالص، لا انا عايزه اللحم من جوه بس بيبقى مبشور، مش عايزه القشر بصراحه، بقرف منه قوي، وبعدين ما بيبقاش حلو في التعصيجه بتاعه اللحم. هتقولي لي انت بتحطي طماطم ليه؟ هقول لك مش عارفه، بس انا بحب المكرونه البشاميل كده، برضو مش طماطم كتير يعني، هي على قد. دكتور رحت بقى للبصل، ما انا مش هسيبها بقى عشان ايه ما تشتش بقى واقطع من اول وجديد، ما هي مش ناقصه. قلت بقى احط عليها ايه، احط عليها معلقه ملح، المفروض ان انا كنت بحط لها في الاول بس انا نسيت. معلقه ملح ونص معلقه ايه فلفل اسمر كده، او ربع معلقه يعني على حسب الكميه اللي معاكي. اهو بصوا خلاص، يعني شعرايه بس كده اللي هي ايه بتدي ريحه للبصلايه. قلت بقى ايه احط شويه زيت وملح للايه، للحله اللي هناك دي، الحله اللي هناك دي انا هسلق فيها الايه المكرونه، اهم حاجه المكرونه. طبعا انتوا عرفتوا انا هعمل ايه، المكرونه بالبشاميل. والله العظيم عارفين، بنتي جايه من بعيد بتقول لي يا ماما الاكل بتاعك ريحته تحفه، قلت لها بجد؟ قالت لي اه والله، قلت لها ايوه ما هو على قلمك قوي ان انا هعمل لك الاكله دي. فرحانين بقى ونزلت جابت لي طلباتي كلها. طالما انا هعمل الاكله دي بقى هي مبسوطه، كله يهون عشان خاطر عيونهم، ربنا يخليهم لي. ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم بالله عليكم. بصوا انا خلاص قلبت البصلايه اهو،
وقلت إيه مش هسيبها برضو ايه، مش هسيبها اللي هي تدبل قوي قوي قوي، لا لا لا، انا تقلبتين كده واحط بقى الايه، اللحم. بص هو انا اللي قدامي ده كان نص كيلو لحمه، ومفروم عليه ايه، مفروم عليه حاجه يعني حته سمينه كده قدام. انتوا لو مش عايزين كده خلاص، بس انا بحبها بصراحه كده، يعني احنا هنا بنحب ناكل الحاجه كده. لو انتوا عايزينها لحمه صافي تمام، بتبقى جميله برضه زي العسل. بصوا انا هقعد بقى ايه اقلب فيها، طبعا كل ده على نار ايه، على نار عاليه. بس هنا بقى انا غلطت غلطه. ايه الغلطه دي؟ انا الغلطه وهتعلم منها. الطاسه اللي قدامي دي إيه، انا مش هعمل فيها ايه، حاجه تاني تلزق. ليه بقى؟ لان بتلزق فيها الاكل على طول. انا اول مره اعرف ان الاستانلس بيلزق فيه الاكل على طول كده، ما بيلحقش، لازم تبقى ايدك ايه، ايدك فيه. دي غلطه برضو وانا اتعلمت منها. بصوا انا هنا حطيت هناك ايه، نص كيلو مكرونه بالظبط، يعني هو الكيس انا كنت عاملاه نص كيلو. بصوا انا هنا لازم احط الفلفل الاسمر. ليه بقى؟ بيمنع الزفاره. اول ما تحطي اللحمه على طول بيمنع الزفاره. ما تستنيش بقى لما اللحمه بقى تتعصج وبعد كده تحطي التوابل بتاعتك، لا، اول حاجه الفلفل الاسمر تحطيه لازم. واول ما تحطي اللحمه حطي الفلفل الاسمر. وهتحطي برضو ورقتين ايه، ورقتين لوري، اللي هو ايه، ورق الغور اللي ما يعرفوش. بصوا انا هقعد بقى ايه اقلب فيها كويس. هروح مع ايه، الحله بتغلي قدامي، هروح اجيب بقى ايه، ورق الغار. وقلت ايه هحط كده ايه واحدتين. انا بشيله يعني، انا ما بسيبوش، انا بس بخلص التعصيجه بتاعت اللحمه وخلاص بطفي عليها. واقوم بقى ايه، واقوم شايلاه، مش بسيبه. اللي عايز يحطه مفروم يعني اللي هو مطحون ماشي، بس بصراحه انا لا، انا بحبه ياخد الريحه بس والطعم كده، وبعد كده ايه واقوم شايلاه. بصوا برضو انا هناك ايدي على المكرونه عشان ما اسيبهاش وتلزق في الايه، في الحله من تحت. وبرضو مش سايبه اللحمه اللي هو ايه، ايدي فيها. كانت ريحتها تستاهل بقكم. بصوا انا اتلسعت ازاي، كنت اقلب 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 لحد اما ايه، لحد اما خلاص احس ان اللحمه إيه مسكت نفسها معايا وما نزلتش ميه. بصوا اللحمه ما نزلتش ميه ازاي معايا. ليه بقى؟ عشان النار بتاعتي عاليه، لازم تنزليها على ميه عاليه، إيه، على نار عاليه. معلش سامحوني، على نار عاليه. ليه؟ عشان ما تنزلش الميه بتاعتها وتبقى زفره وكده، لا، احنا ما نسيبهاش ان هي تنزل ميه، تحطها على النار عاليه. بصوا انا هنا دلوقتي بشوف الايه، المكرونه ايه، دخلت على سوا ولا لسه. انا ما بديها بس غلوه بس، اللي هو مش بتتسلق تتسلق، عشان هي بتكمل اصلا سواها في الفرن. اهو خلاص قلت اقلب كده بقى ايه. المفروض ان انا اجيب الطماطم اهي، الطماطم المبشوره وايه واحطها. بصوا بقى السلك ايه، بصوا السلك اللي قدامكم ده كان التليفون هيفصل مني وانا كنت بصور. طب اعمل ايه، اعمل ايه، رحت حطها على الشاحن وانا بصور برضه، بس كان لخمني، هعينه بعد شويه. قلت ايه، قلت اقلبها. بص انا برضو مش بحط كتير، انا بحط النسبه اللي هي ايه، 3 طماطميات كده صغيرين. ما بتحمرهاش قوي برضو، ما بتديش الطعم اللي هي لا 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 خالص. او بصوا بقى، عرفتوا بقى إن الغلطه اللي انا غلطتها. بصوا اللحمه من تحت قربت ايه تمسك، بس انا برضو ما بسيبهاش ايزي فيها كده. انا خلاص سبت شلت المكرونه من على النار وايه، وصفيتها وشطفتها. هحط التوابل هنا. ايه التوابل بقى؟ بهارات لحمه وسبع بهارات، واتنين ماجي او واحده ماجي وشوربه ماجي يعني، وشويه ملح وفلفل، وشويه بابريكا. يعني ايه، نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل، لا، اه، نص معلقه بابريكا. اللي عايز يحط ملح اكتر تحط، بس انا عشان كنت حاطه ايه، كنت حاطه ماجي. بصوا بقول لكم الريحه ايه، بس برضو ما بحبهاش اهي. بصوا اللحمه على النار اهي، سبتها بقى تستوي. بصوا كان ريحتها وطعمها تحفه تحفه. سامحوني بقى، بصوا البصله كبيره شويه ازاي، بس معلش هصلح الكبه ان شاء الله. هي بصراحه بتنفع قوي في البيت. بقول لكم اعملوا اللايك الجميل متنسوش.
والاشتراك في القناة طبعا، ما نتفرجش ونخرج، لا لازم نحط الاشتراك واللايك بتاعنا والتعليق الجميل بتاعكم. خلاص قلت بقى ايه، هحط معلقتين سمنه. بصراحه انا بحط الكيس ده، انا ما كنتش بحط الكيس البشاميل، انا كنت على طول بحط دي، بس انا ايه لقيته متوفر عندي، يعني كنت جايباه وكده قبل العيد، فانا قلت خلاص هحطه. حطيت معلقتين سمنه والكيس ده، وبعد كده اقلب كويس. بصوا بقى، معلش سامحوني، انا ايه الفقره اللي انا جيت ادلق فيها اللبن اكتشفت ان انا ما صورتهاش اصلا. معلش بصوا، انا حطيت هنا ايه رتل من اللبن، يعني كيلو على كيس البشاميل على معلقتين سمنه. مش عايزه تحطي سمنه اعمليه على البيرة. بصوا انا حطيت هنا واحده شوربه ماجي وايه ونص معلقه فلفل اسمر كده او ربع معلقه، يعني هي شعرايه مش كتير. وحطيت ايه برضو شويه ملح، قلت عشان تظبط الطعم. ما تحطيش ملح كتير لان احنا حاطين ماجي، وبعدين الكيس اللي هو البشاميل اللي بالجبنه ده بيبقى فيه مكوناته كلها منها الملح ما بيتحطلوش. افضل اقلب. بصوا برضو انا كانت ايدي على الايه على اللحمه هناك مش بسيبها، انا برضو موطيه عليها. بصوا انا بوريها لكم، ما بخليش قوامها تقيل قوي برضو ولا خفيف قوي، لا بخليه كويس. احنا اصلا بنحب البشاميل ايه، بنحب البشاميل كتير. اللي هيقول لي بقى ايه ليه يا ام هنا مش بتحطي البشاميل على المكرونه على طول وتقلبي، هقول له لا، بحس ان هي بتاخد بشاميل كتير ومش بحبها بصراحه كده. لا بحب ايه احط في الصينيه من تحت بشاميل. ليه بقى بحط في الصينيه من تحت بشاميل؟ عشان المكرونه ما تلزقش مني. انا اصلا مش بخلي المكرونه تلزق بصراحه، لان احنا مدخلينها هي كل حاجه مستويه، فانا بس بخليها ايه تاخد وش بس من فوق، لان هي كل حاجه فيها مستويه. بشغل النار من تحت وبشغل النار من فوق وبحطها على الفرن الوسط، على الرف الوسط بس، وبسيبها بقى مع بعض بتاخد بالظبط ربع ساعه وتقوم طالعه. بس بصوا هنا انا حطيت البشاميل من تحت 3 4 كبشات كده، وبعد كده رصيت ايه المكرونه. يلا بقى احط الايه، احط كبشتين مكرونه، احط كبشتين بشاميل تاني. بصوا قلت احط ايه، احط كبشتين بشاميل بحيث. بس هقول لكم حاجه، يعني عن تجربه الكيس البشاميل ده جميل بالجبن بصراحه. انا كنت جايبه ساعتها ب 14 جنيه، كنت جايبه ب 14 جنيه على رتل اللبن ومعلقتين سمنه. قلت هنا بقى بصوا اللحمه شكلها جميل ازاي، اقسم بالله كانت ريحتها تحفه، ده غير شكلها هي كانت ريحتها تحفه. انا كنت عايزه، انا بصراحه بحب اكلها ايه، بحب اكلها بعيش كده، اللي هو مش بحب اكلها في المكرونه بشاميل عشان انا ايه مش بحبها. فانا قلت ايه ابقى اسيب لي حبه وابقى اكلهم ايه بعيش كده. بصوا بقى ورق اللورو جت تنزل مع اللحمه، شلتها. خلاص بقى احنا خدنا الريحه وخدنا ايه تحس ان هي الطعم. خلاص. وبعدين بقى انا بحط في البهارات بتاعه اللحم ايه، بحط بهارات لحمه، بحط السبع بهارات. السبع بهارات دي، وبحط بسم الله الرحمن الرحيم قرفه مطحونه، وبحط اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم بلح جوز الطيب برضو مطحون. التوابل كلها يعني البهارات كلها المتوفره عندك حطي. بص انا قلت هنا ايه حطيت اللحمه، وبعد ما حطيت اللحمه حطيت ايه بقى، حطيت شويه من الجبن اللي عندي دي عشان تمط معايا بس. ورصيت بقى الايه، رصيت باقي المكرونه عندي. الصينيه دي كبيره على فكره بس انتوا مش شايفينها في الكاميرا، هو كل ده اصلا نص كيلو مكرونه بس، يعني مش كتير. هو انا مقداري ده على طول نص كيلو مكرونه على الصينيه دي. بصوا انا هنا كنت ايه خلص بجيب اخر البشاميل بقى عشان ايه، عشان احطها هتلاقوها على الصينيه. انا اصلا كنت مشغله الفرن من اول ما ابتديت عشان الفرن بتاعي بس ايه بطيء، فانا ايه بحاول ان انا اول ما ابتدي الاكله او مشغله الايه مشغله الفرن عشان اول ما اخلص ادخلها على طول الفرن يبقى الفرن حامي. بصوا حطيت البشاميل. انتي بتعملي ليه كده بقى يا ام هنا، اللي هو بدخل البشاميل في قلب الحروف، في قلب حروف الصينيه نفسي. بس انا بوريها لكم اهي. احط بقى الايه الجبن دي عندي. بصوا هي الجبن دي بصراحه كانت متوفره عندي، هي ده كيس كنت جايباه ميكس جبن عشان كنت اول يوم العيد بنتي قالت لي ايه يا ماما انا عايزه اكل كريب. طب خلاص مش قلت خلاص مش رحت قمت عملته وقلت لها ايه هاتلنا كيس جبن، وانا كان عندي بقيه المكونات.
الفلافل بقى والبصل يعني ايه مكونات البانيه، ورحت عاملاه. ده اللي كان فوق. بصوا انا بقى بعمل ليه كده، بدخل الجبنه نفسها في قلب الايه، في قلب البشاميل عشان تمط معاكي. اهو بصوا انا بوريها لكم اهي لما خلصت كان شكلها زي العسل اهي. بصوا انا بوريها لكم، عايزه اتصور جنبيها. قلت بقى اعمل ايه، اعمل شويه سلطه عقبال المكرونه ما ايه، ما تطلع من الفرن. طب يا ام هنا انت هتعملي ايه تاني جنب المكرونه؟ هعمل رقاق. طب الرقاق ما عملتوش ليه؟ الرقاق معلش كانت بنتي بس بتجيب لي ايه، بتجيب لي طلباته من تحت. انا طلعت المكرونه اهي. بص سيحت معلقتين سمنه بلدي، وقلت ايه، قلت اعمل بيها الرقاق. خلاص بقى كانت بنتي طلعت وجابت لي الايه الطلبات بتاعته. طبعا دي شوربه اللي انا بسقي بيها. انا كان عندي شوربه لحمه، انتوا عارفين وانا قايله لكم ان انا كانت عندي شوربه لحمه بشيلها في الفريزر، فبطلع كيس وبايه وبسيحه وبعمل على الايه الرقاق. بصوا الرقاقات دي انا بحط 3 من فوق و3 من تحت، انا مش بحط اكتر من كده بصراحه. اهو خلاص خلصت كده الايه اللحمه، فرشتها في قلب الصينيه، وبيضايه على كوبايه لبن على شويه فلفل اسمر وشويه ملح، يعني ربع معلقه فلفل اسمر كده. اهو بصوا هسقيها ازاي. الرق اللي كان عندي ده بصراحه يعني ايه، فيه مكسر على سليم، اللي هو بخلي الصينيه ايه يعني بحاول اظبطها، وبعد كده هي تتقطع بعد ما بتخرج. بصوا البفتيك جبته اهو، حطيت عليه بيضايتين. مش بحط بيض في طبق لوحده، لا انا بحطه على البفتيك نفسه في العلبه. حطيت بص بقى الخلطه بتاعته ايه، شويه دقيق، كوبايه دقيق، كوبايه بقسماط، شويه ملح، شويه فلفل اسمر. كان عندي بهارات لحمه حطيت بس هي ما جاتش في قلب الفيديو بصراحه. بصوا المكرونه اللي طلعتها، هطلع بقى الايه الرقاق جنبيها. قولي تسلم ايدك يا مهند. اهو بصوا كان شكل الاكل زي العسل. يلا حطوا لي اللايك بتاعكم يا حبايبي، مع السلامه.